مدرس قال لطلابه: اكتبوا لي موضوعا عن الطبيعة. كتب تلميذ: نظرت إلى الطبيعة فوجدت دودة، والدود أنواع: دودة الأرض، دودة القز، دودة الحرير. ثم قال المدرس لهم: اكتبوا لي موضوعا عن الفاكهة. كتب التلميذ نفسه: اشتريت تفاحة فوجدت بها دودة، والدود أنواع: دودة الأرض، دودة القز، دودة الحرير. صاح المدرس وقال: هذه المرة اكتبوا لي موضوعا عن الفضاء، ولازم تعرفون أن الفضاء ما فيها دود أبدا. كتب التلميذ له: نظرت إلى الفضاء فرأيت القمر والنجوم بعيوني دي اللي بياكلهم الدود، والدود أنواع: دودة الأرض، ودودة القز، ودودة الحرير. سألت المعلمة الأطفال في صفها في المدرسة الابتدائية: ماذا ترغبون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ أجاب عادل: أرغب في تعلم كيفية إدارة المال والاستثمار، بعد ذلك أصبح رجل أعمال، ثم أنشئ مشاريعا كبيرة، ثم أصبح مليارديرا، ثم العثور على أجمل امرأة وأتزوجها، أهديها فيراري وشقة في لوس أنجلوس وقصرا في باريس وطائرة للسفر في جميع أنحاء أوروبا وبطاقة فيزا لا نهائية، ونعيش حياة سعيدة كالملوك. صدمت المعلمة وعاجزة عن تصديق هذا الرد العجيب، قررت عدم الرد على ما قاله ومحاولة متابعة الدرس ببساطة. سألت المعلمة ليلى: ما هو حلمك عندما تكبرين؟ أجابت ليلى: أرغب في أن أكون زوجة لعادل. عزوز عاد من الحج، وأول ما فعله هو أن ذهب إلى الدكان الذي يتعامل معه. دخل الدكان وبعد تبادل التحيات سأل البقال: أين دفتر الديون؟ البقال متفاجئ ومسرور قال: يا عيني، عزوز تغير بعد الحج، سبحان مغير الأحوال. ثم أخرج الدفتر. طلب عزوز من البقال أن يفتح الصفحة التي تحتوي على اسمه. فتح صاحب الدكان الصفحة ثم قال له عزوز: لو سمحت عدل الاسم واكتب الحاج عزوز. كان في عامل تنظيف ينظف الطيارة، وجد كتاب بعنوان كيف تطير الطائرة للمبتدئين الجزء الأول. فتح الصفحة الأولى، مكتوب فيها: عشان المحرك يشتغل اضغط على الزر الأحمر. قام داس على الزر الأحمر واشتغل المحرك. كان عامل التنظيف فرحان وفتح الصفحة الثانية، مكتوب فيها: لتحريك الطيارة اضغط على الزر الأزرق. قام داس على الزر الأزرق وبدأت الطيارة تتحرك بسرعة كبيرة. كان العامل عايز يطير، قام فتح الصفحة الثالثة ومكتوب فيها: لجعل الطائرة تطير اضغط على الزر الأخضر. داس على الزر الأخضر وبدأت الطيارة تطير. كان العامل متحمس، وبعد 20 دقيقة من الطيران كان فرحان وأراد الهبوط. قام فتح الصفحة الرابعة، والصفحة الرابعة تقول: لتتعلم كيفية هبوط الطائرة يرجى شراء الجزء الثاني في أقرب متجر للكتب.